بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. من مؤلفات شيخ الإسلام السيد محمد بن علوين المالكي رحمه الله ونفعنا به المدح النبوي بين الغلو والإنصاف. محتوى الكتاب مقدمة موقف المسلم كما يقتضيه إسلامه، العجز البشري عن الإحاطة بوصفه صلى الله عليه وسلم، اختلاف مسالك التعبير في هذا التصوير، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عليكم السلام، حقيقة اعتقاد المادحين، أمين المدح النبوي، القبة الخضراء، البوصري، الله هو المسؤول، عساك تسأل رب العرش، مالسي وباب الله، النابلسي، الصرصري، البوصري، النبهاني، فوض أمورك إلى الله، سل خالقي، ابن مليك أو مليك الصرصري، ابن حجة، ابن العطار، إمام الحداد، بشريته صلى الله عليه وسلم، كثرة المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم والمديح النبوي، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، حسان بن ثابت رضي الله عنه، نماذج من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، نماذج من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، عبد الله بن الزبعرة رضي الله عنه، زبعرة أو الزبعرة بكسر الزاي المشدد وفتحها، أصيد بن سلامة السلمي رضي الله عنه يحرر الضبط، قيس بن بحر الأشجعي رضي الله عنه، عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه، كليب بن أسد الحضرمي رضي الله عنه، فضالة بن عمان الليثي رضي الله عنه، مازن بن الغضوبة ابن الغضوبة الطائي رضي الله عنه، مشاهير الشعراء والمديح النبوي. استغناء صلى الله عليه وسلم عن مدح المادحين. المدح النبوي من أعظم وسائل الخير، وإياك قبلت، التذكير بعهد الرضاع أو الرضاع بكسر الراء المشددة وفتحها. فتح مكة، المدح النبوي شفيع لدى الحكام، إعجابه صلى الله عليه وسلم بالشعر وإكرامه لأهله وتأييده لهم، كتاب ابن سيد الناس وقصيدته الغراء، المدائح النبوية ومدد القلوب لا عطاء الجيوب، شاهد الواقعي، الشريف الرضي، الفرزدق وموقفه العظيم، مدح صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة، ذكر صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم لنسبه الشريف، نماذج من غرر القصائد السنية في مدح العترة المحمدية، رضي الله عن العترة والآل عليهم السلام، الإمام عبد الله الحداد رحمه الله، الإمام أبو بكر بن شهاب رحمه الله، السيد محمد أمين قطب رحمه الله، شاعر طيبة الصابوني رحمه الله، السيد عبد القادر الخرد رحمه الله، السيد طه السقاف رحمه الله، الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي أو سيد محمد بن الشيخ سيدي رحمه الله. المدح النبوي في القرآن الكريم أهم مصادر ومراجع محتوى كتاب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.